بيبدأ الفيلم معانا بصديقتين اسمهم كيتي، ودي كانت بنت متحفظة جدا، وبنت اسمها سلون ودي منطلقة ومنفتحة جدا ودايما آرائها جريئة. وكانوا مستنيين هما الاتنين بفارغ الصبر الرحلة الجاية بره المدينة. هيشتغلوا تحديدا في مزرعة اسمها ايكو فيلد للمزروعات العضوية وكده لمدة شهر، عشان بقى يحوشوا فلوس كده ويعرفوا يشتروا اللي هما نفسهم فيه في نيويورك. تاني يوم الصبح بيعدي عليهم عم كيتي اللي هو كان اسمه جيسون، وهو كان ضابط شرطه، وقال له انت هتقضي معانا ليله النهارده كده بس واعرفكم بالمره على حبيبتي الجديده قبل ما نروحوا المزرعه. كانوا مستقرين في المكان الجديد، وبدات سلون تقترح انها يستخدموا اسامي مستعاره طول الفتره دي. مين سلون؟ دي البنت اللي هي آراءها منفتحه وجريئه، انما كيتي هي المتحفظه. فسلون قالت انا هسمي نفسي هيدز، وكيتي قالت انا هسمي نفسي ريبلي. وفي اليوم اللي بعده العم جيسون ده بيوصلهم فعلا المحطه عشان يركبوا الاتوبيس ويروحوا المزرعه، ولانه خايف برضه عليهم شويه بحكم شغلانته كظابط وبحكم ان هو بيشوف الناس بتعمل ايه في البنات، فقال لهم بصوا هقول لكم على كلمه سر كده في حاله لو حصل مشكله وعوزتوا تتواصلوا معايا. الاتفاق كان ان كيتي هتبعت له كلمه كود كده يعني في نهايه كل رساله بترتيب حروف ابجديه معينه كل يوم، وكلمه السر دي كانت بتكون كلمه ابل او تفاحه، يعني كل يوم تبعت حرف. وبعد ما العم ده بيمشي البنتين بيضطروا يستنوا الاتوبيس اللي ميعاده كمان ساعه، فقعدوا بقى يتسامروا كده ويتكلموا شويه وقالوا احنا هنروح كافيه. وهناك بيلفتوا نظر اتنين شباب كده من شباب الولد، وبينتهي بيهم الامر ان هم بيقعدوا معاهم على نفس الترابيزه. البنتين بيعرفوا نفسهم بالاسامي المزيفه دي ان هم اسمهم مختلف، والشباب برضو بيعرفوا نفسهم انهم اخوات، واحد اسمه جاد والتاني اسمه لوكا. والاخوات بيعرضوا عليهم ان هم يوصلوهم مكان الشغل ده بدل ما يستنوا ساعه على الباص وكده. ورغم ان كيتي كانت متردده في الاول، بس وافقت تحت نظرات كده البنت الجريئه التانيه اللي هي اسمها سلون. والبنتين بيركبوا في العربيه بتاعتهم، كان عربيه زرقاء كده، لكن الامور ما مشيتش زي ما اتخطط ليها خالص. اللي حصل ان هم عدوا المزرعه بكتير، وهم بدأوا يقولوا طب ما تقف، انت عديتوا لها ليه؟ احنا هنلف من حته تانيه ولا ايه؟ فقال لهم لا ما تقولوش، هتشوفوا اعمل لكم مفاجاه. وفي الاخر وصلوا مكان غريب كده، وبداوا يسالوهم واحنا فين؟ قال لها بصي بقى ده بيت العيله. وبدات ام جاد ولوكاس دول اللي كان شكلهم غريب قوي ترحب بيهم وتعزمهم يشربوا شاي قبل ما يروحوا المزرعه. واول ما بيدخلوا فعلا كيتي بتجي لها رساله من عمها الضابط، وبدات تبعت له كلمه السر اللي كان متفق عليه احتياطي عشان تحس انها برضه كويسه. وفي الوقت ده البنتين بياكلوا فطيره كده معاهم وبيشربوا شاي، والحقيقه ما كانش المفروض يعملوا كده، بس شربوا عموما وخلاص. وفجاه كده بداوا يغيبوا عن الوعي شويه، واضح ان الحاجات اللي شربوها دي فيها منوم او حاجه زي كده، وبيكتشفوا ان الشاي كان فيه مخدر. والبنتين بيحاولوا يهربوا طبعا اول ما بيحسوا بالدوخه دي، لكن للاسف جاد ولوكاس دول قدروا يضربوهم وخلاهم يغمى عليهم ورجعوهم البيت تاني. وفي اليوم اللي بعد كده كيتي وسلوان دي بيصحوا هم مرعوبين جدا مربوطين بسلاسل وسط الغابه، وجاد بدا يروح لهم يقول لهم بصوا لازم تتعودوا انكم هتعيشوا هنا من دلوقتي، وهقول لكم بقى اساسيات الحياه كده عشان ايه، عايزين هدوم، عايزين سرير، عايزين حمام، كله موجود. وبعد كده المشهد اللي بعده كيتي وسلون لابسين هدومهم، وبيظهر بوريس ده الرئيس بتاع جاد، وخد موبايل كيتي عشان يشوف لو حد يعرف مكانهم ولا حاجه. في اللحظه دي بيكتشف انهم كتبوا في اساميهم وهم اساميهم حقيقيه غير كده، اسمهم كيتي وسلون. وبيضطروا في الاخر يعترفوا ان كلمه ابل دي هي كلمه سر للامان. واول ما كل حاجه بترجع لوضعها البنتين بيستعدوا ياخدوا دش كده بمواسير ميه بدائيه طبعا. فجاه بيظهر مأمور البلد وهو رافع مسدسه، وبيكتشفوا ان المأمور ده شخص حساله طبعا وبيدعم تجاره البشر اللي هم فيها، وراجل مش اخلاقيا حلو يعني، وجاي عشان يغتصب واحده منهم. وبعد ما المأمور ده خد غرضه خلاص، سلون بتروح لكيتي كده المنهاره عشان تهديها. وعلى الجانب التاني من البلد كان عم كيتي اسمه جيسون بدا يقلق، لان اخر رساله جات له من كيتي فيها نفس كلمه السر اللي هي استخدمتها، ما غيرتش الحرف الابجدي. المفروض انها كل يوم تبعت حرف مختلف لو الدنيا تمام. فجاد ولوكاس دول بداوا يستقبلوا زبون جديد كده، خلينا نقول عليه الراجل المتبهدل يعني. والراجل ده بيختار سلون تحديدا وبياخدها جوه مقطوره كده، وبيطلع شخص سايكوبات ويبدا يعذب فيها ويعمل فيها كل اللي نفسه فيه. ونرجع للعم الضابط بقى جيسون ده، بدا يعمل مكالمه لمكان شغل سلون وكيتي اللي هي المزرعه، وبيعرف ان هم اصلا ما راحوش، وبيتاكد انهم في خطر، وبيتحرك يدور عليهم. وفي الوقت ده يوم كيتي وسلون كان اسوأ واسوأ، لان الزبون اللي عليه الدور ده كان قلع من اللي قبل. وجاد ولوكاس بداوا يغطوا راس البنتين اول ما الزبون ده بيقرب، وكان لابس قناع خنزير كده، وبدا يختار سلون انها البنت اللي عجباه، وخدها المقطوره وعمل اللي نفسه فيه. وبعد ما بيمشي بيجي دور كيتي انها تهدي سلون المنهاره، وبداوا البنتين يا عيني كل يوم يتعرضوا لابشع انواع التعذيب ويهدوا بعض في الاخر. واحنا مش عارفين مين صاحب القناع ده حتى ولا عمل فيها ايه بالظبط، بس سلون كان باين عليها الصدمه اكتر من الاول، كان الراجل عمل حاجه غريبه. المشهد اللي بعده العم جيسون بدا يوصل للمكتب المأمور، وبدا يقابل المأمور الفاسد اللي شفناه قبل كده اللي هو كان اصلا بيروح ينام معاهم عادي. وبنعرف هنا ان العم ده مش مجرد ضابط عادي، ده عميل في الاف بي اي، وبيشرح قلقه للمأمور بيقول له بناتي بنت عمي وبنت صاحبتها مش تايهين مش لاقيينهم، انا متاكد انهم اتخطفوا. فالعم بيقرر يحكي للمأمور ازاي عرف البنتين دول في خطر وكده بسبب موضوع كلمه السر ما اتغيرتش. فطبعا المأمور عمل فيها متمسكن وان هو صعبان عليه، وراح بلغ الاثنين اللي خاطفينها ان هو الثغره اتفضحت، وان هو عمها واحد في الاف بي اي وكده، وانها كانت بتخدعهم بكلمه السر دي. وعشان بوريس مش عايز الاف بي اي ينبش وراه كده في بيزنس تجاره البشر، بيأمر جاد قال له خلاص بص هقول لك ايه، عشان ما نتفضحش يا ابني والمصيبه دي تكبر، اقتل لنا البنتين دول وخلص جثتهم في اي حته. ومن غير ما يعرفوا كيتي كانت بتتصنت على المكالمه، وفي الوقت ده العم بيكمل تدوير وبيروح الكافيه اللي نزلهم عنده،
وهناك الباريستا او الويتر يعني بيفتكر بدقه تفاصيل العربيه الزرقاء دي كانت ايه اللي هم ركبوا فيها. وفي اليوم الثاني كيتي بتقول لسلون احنا دول ناويين يقتلونا، احنا خلاص ضعنا. وقبل ما الاثنين خاطفين دول يوصلوا مع الراجل المتبهدل ده بيسيبوا الراجل ده لوحده يحرسهم. وكيتي بدات تستغل الفرصه وبتبدا تغريه، تقول له يعني انا ممكن انام معاك بس بالملوعه كده، مش لازم عنف بتاع. واول ما قرب منها راحت قطع حنجرته كده باسنانها المجرده، عضته من رقبته يعني. والبنتين دول بدأوا يفكوا السلاسل، وبعدها بشويه المأمور وصل عشان يقتلهم. خلاص بقى عرف ان السر اتفضح وان عمهم كده كده هيجي. واول ما بينزل من العربيه بيكتشف ان هما الاثنين سرقوا العربيه وهربوا بيها. والبنتين بيرجعوا المدينه وبيروحوا محل كده خرده قديم عشان ياخدوا اسلحه ويبداوا بقى الحرب بجد. والجو بدا يقلب اكشن بجد. وبيسالوا الكاشير هو انت تعرف واحد اسمه بوريس كان عنده عربيه زرقاء كده؟ الكاشير قال لهم ده بيته في المكان الفلاني. في الناحيه الثانيه العم جيسون بدا يكمل التحقيق وبيروح شركه تامين العربيات وبيقول لهم معلش لو سمحت انا كان عندي عربيه زرقاء كده خبطتها بس بالغلط ولغايه دلوقتي ضميري مأنبني، نفسي اعرف مين صاحبها عشان بس اعوضه. وبدا يعرف المكان. وكان على الناحيه الثانيه بوريس بيرجع بيته وبيكتشف ان البنتين دول هربوا، فكان راجع البيت يفكر هيعمل ايه. اول ما وصل لقاهم في وشه مستنينه وبدأوا يرموا عليه بقى كور تنس كده مليانه مسامير بتعور طبعا. ودلوقتي الايه اتقلبت، بوريس ده بدأ يترجاهم ان هم يسيبوه يعيش وبيعرض عليهم حتى فلوس. بيقول لها انا عندي صندوق جوه اخضر كده في الاوضه الثانيه، خدوا كل اللي نفسكم فيه بس سيبوني ابوس ايديكم. وفي اللحظه دي العم جيسون بيوصل قدام بيت بوريس. وجوه البيت كيتي وسلون كانوا بيستجوبوا بوريس ده عشان يعرفوا هو مين الشخص اللي كان لابس قناع الخنزير ده بالذات، لانه اثار فضولهم جدا. ولما بيرفض بيبداوا يجيبوا رمح كده بدائي صنعوه وبداوا يدخلوه جوه جسمه، وده بيقتله في الاخر. لما العم بيدخل البيت البنتين بيكونوا مشيوا ويشوف بوريس وهو بيموت، فالعم بيسمع صوت مواتير العربيه وبيطلع يجري. طبعا البنتين بيكونوا هربوا خلاص. وبدا ياخد بوريس على المستشفى لانه برغم كل حاجه وعايز يعرف ايه الدنيا الموضوع فيه ايه. المشهد اللي بعده مأمور بيبلغ ان عمه بوريس ده مات خلاص. والعم بدا يقلق اكتر جيسون وبيحاول يتصل بموبايل كيتي يعرف هي فين لانه لسه مقتنع انها اتخطفت ولسه ما رجعت. بس مأمور بيكتشف ان امره اتكشف فبدا يطلع مسدس على العم ده جيسون المأمور اللي هو كان تبع العصابه. وبعد كده كيتي وسلوم بيقفوا قدام كنيسه وبنعرف ان صاحب قناع الخنزير ده هو القسيس بتاع البلد. فسلوم بتدخل الكنيسه وبتواجه الشخص اللي اعتدى عليها بعنف، وبمساعده كيتي كده الاثنين بداوا يقضوا على الحساله ده. وهم ماشيين بالعربيه بيبان عليهم انهم مرتاحين، لكن طبعا بيقفوا وينزلوا. وبنكتشف ان القسيس ده او القسيس ده كان مربوط ورا العربيه وكانوا بيسحلوه طول الطريق اصلا. وفي الضربه الاخيره بيصبوا عليه بنزين وولعوا فيه وهو حي. في الوقت اللي البنتين بدأوا يتعشوا فيه وخلاص كده ويفرفشوا كده، العم جيسون بقى اسير عند مأمور. والاسوأ ان مأمور قبض على بنتين جداد يبقوا ضحايا جداد. بس لحسن الحظ ان كيتي وسلون بيوصلوا في الوقت المناسب عشان ينقذوهم وما يحصلهمش زي ما حصل لهم، وكمان عشان يلحقوا عمهم اللي هو جيسون. وبدأ يربطوا المأمور ويعذبوه بلعبه كده الروليت الروسيه دي. واضح ان البنتين بقوا مهزين نفسيا شويه، بس للامانه ما حدش يقدر يلومهم. المأمور بدأ يتأسف ويقول لهم ابوس ايديكم خلاص ده كان يوم اسود، يوم ما عملت فيكم كده. بس كيتي بدأ تديله ضربات قويه كده على راسه لحد ما مات. وبعد كده بيفكوا بنات الجداد دول المساكين ويفكوا عمهم جيسون. شوف الايه يعني الراجل ظابط وبتاع وهم اللي لحقوهم. والعم بيحاول يسأل هو مين اللي قتل المأمور وانتوا اللي عملتوه ده؟ انا مش عارف اقول لكم اشكركم ازاي. وبعدين كيتي وسلون بيروحوا بيت ام جاد ولوكاس الولدين اللي هم خطفوهم ويقرروا ان هم يخدروا نفس الام زي ما هي خدرتهم في البدايه. وبداوا يربطوها وياخدوها للبدروم. وهناك جاد كمان كان مربوط واحد من الاثنين دول وبدأوا يضربوا راسه بالبيسبول مضرب بتاع البيسبول قدام عين امه. وبعد كده بياخدوها للوكاس اللي كان مربوط هو كمان في الكرسي الواد التاني في العصابه. وبدل ما يقتلوه ضرب بدأ يفك ايده ويدوا له مضرب ويجبروه ان هو يضرب امه، ولما بيرفض راح قاتلينه بالرصاص. وبعدها طبعا بيظبطوا جثته كده بحيث تبان انها انتحر عشان يلبسوه كل الجرائم اللي حصلت. والام بتحاول تعرض عليهم فلوس وتتوسلهم طبعا، بس كيتي بتاخد مكنه تقص النجيل كده وبتقتلها بيها بوحشيه. في المشهد الاخير العم جيسون بيعدي على بيت كيتي عشان ياخدها هو وسلون. واضح ان في وقت عدى والعم بقى بدأ يوصلهم المطار وهم متحمسين جدا في طريقهم لنيويورك. وهنا الفيلم بيخلص. هم اصلا كان سبب الشغل في المزرعه من البدايه ان هم يروحوا نيويورك ويشتروا حاجات هناك ويتفسحوا او يعيشوا هناك يعني. بس ده كان الفيلم يا جماعه. فيلم اسمه عشان اللي بيسالني ما بتكتبش اسامي الفيلم وبتاع، الفيلم اسمه Even Lambs Have Teeth. تمام، يعني حتى الانوار عندها اسنان زي حاجه زي الحيطان ليها ودان اللي بنقولها يعني هنا في مصر. الانتاج 2015. الفيلم ده يا جماعه كقصه يعني مرضي جدا من حته الانتقام ودسم قوي. مش عايز اتطرق لقضيته قوي يعني حد مثلا يقول لي ما ده بيحصل في مصر ان الناس البنت هي اللي غلطانه انها كلمت فلان، لا خالص. التحرش والحاجات دي كلها ليها مليون سبب. اكيد لبس البنت مش منهم حتى لو ماشي من غير هدوم. يعني اقل حاجه غض البصر، حاجه اسمها ليك حق تعمل وما تعملش بدافع ان انت هي استفزتك والهبل ده. نكون في حلقه جديده وصلوا فيديو 40 لايك ومع السلامه. انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر. لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك واسيبه لك في الكومنتات. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده. بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا بحيث ان انا عايز اتشاف الناس اكتر وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات
والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوها في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام، لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد، لا. يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين الالجوريثمز ما بتقترحش لكل الناس اللي هم عايزين، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك، ومع السلامه.